السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من جي دي سكيلز بودكاست، الشغلانة عايزة ايه. النهاردة معانا محمد محسن، اي ار بي دايركتور بخبرة اكتر من 22 سنة و45 مشروع. ازيك يا محمد؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. ممكن تعرفنا الاول بيك ويعني ايه اي ار بي؟ بص انا محمد محسن، بشتغل في مجال الاي ار بي من 22 سنة. اشتغلت على اكتر من اي ار بي في اكتر من بلد. اشتغلت من زمان، من ايام ما انا كنت كونسلتنت صغير لحد ما الحمد لله ربنا كرمني دلوقتي. ف لو عايزني اقول لك ايه هو الاي ار بي هو سيستم بيدير عمل الشركات داخليا. السيستم اللي بيخلي الموظفين تقدر تدخل البيانات بتاعتها ويطلعها لهم في صورة تقارير. تمام. طيب انا دلوقتي عجبني الاي ار بي، عايز افهم اكتر بالتفصيل يعني ايه المنتجات او الشركات اللي بتقدم سوفت وير الاي ار بي، وازاي اقدر، وايه التراكس اللي موجودة فيه او التصنيفات بتاعته. هو الاي ار بي بيتقسم لأقسام داخلية. الأقسام الداخلية دي زي الحسابات أو الفاينانس، زي المخازن، زي المبيعات، زي المشتريات. الأقسام دي بتبدأ تشتغل عليها لو انت عايز تشتغل as consultant بقى وتبقى استشاري وتبقى مؤهل ان انت تشتغل في الأقسام دي. انت بتبقى استشاري ايه؟ استشاري ده يعني انت بتدي استشارات للشركات، فانت لازم تمر الأول بمراحل تدريبية معينة، لازم تقرأ حاجات معينة، لازم تكتسب سكيلز معينة عشان تشتغل الشغلانة دي. طب هي الشغلانة صعبة؟ لا مش صعبة، وبالتدريب وبالمذاكرة بتشتغلها. وخلال الفترات اللي فاتت أنا شفت ناس من مختلف المجالات. ما كان في بعض الحاجات ما بيشترطش فيها الدراسة، يعني هو محامي وبقى كونسلتنت، هو خريج سياحة وفنادق وبقى كونسلتنت. ازاي؟ عن طريق تدريبات معينة بياخدها، ممكن نتكلم فيها كورسات عن طريق سكيلز زي برزنتيشن سكيلز، كورسات اللي هي بتؤهلك ان انت ازاي تشرح، ان ازاي تتناقش مع الناس، ازاي تتكلم، ازاي تستخلص منهم المعلومة. وفي مجالات تانية للناس اللي ما بتحبش الجزء ده من الشغل. في ناس تقول لك انا ما بحبش اقعد مع ناس، ما بحبش اشتغل مع حلو. ناس كتير. في مجال التكنيكال ده اللي هو بتكتب جواه كود. مفيش بقى، انت هنا مش بتقابل العميل او الكلاينت بتاعك مباشرة، انت بتقابل الكونسلتنت اللي خد المعلومات من العميل عشان تترجمها في صورة تقارير، شاشات تشتغل عليها، حاجات من هذا القبيل يعني. طيب انا دلوقتي عندي اكسل وبيعمل شغل تمام قوي، ايه اللي يخليني افكر ان انا اجيب شركة واعمل سيستم؟ قلت لك الشركات احجام، وممكن تعمل اي ار بي على اكسل على فكره. الموضوع يعني في ناس قدرت توصل للمرحله دي، بس هل انت حجمك قد ايه؟ وانت لو شركه صغيره عندك عدد موظفين صغير، اعمل اكسل، طيب مش هيضرك. معنى كده ان في حاجة اسمها تقييم للشركات، على اساسه انا بعرف الشركة دي مناسبة ان هي تشتري سيستم اي ار بي ولا لا. هل التقييم ده بيبقى عن طريق عدد الموظفين، الصناعة نفسها للشركة او المصنع ده شغال فيه، ولا على حجم الاستثمارات او الاموال اللي شغالة في الشركة؟ ليها عوامل كتيره. العوامل دي منها حجم الشركه، آه، جاهزية الشركة، هل الشركة جاهزة أصلا إن هي تدخل اي ار بي ولا لأ، عدد الموظفين وعدد الإدارات، الصعوبة بتاعة الصناعة نفسها. يعني الصناعات التوزيعية غير الصناعات مثلا أو التجارية، الحاجات التجارية غير الحاجات اللي بتقدم خدمات، غير الناس اللي عندها توزيع. كل حاجة بيبقى ليها حاجة زي اسسمنت كده بيتعمل عشان تعرف مدى جاهزية الشركة ومدى جاهزية الاي ار بي اللي هي تشتغل عليه، لان في اكتر من اي ار بي، فانت محتاج تعمل الاسسمنت ده في الاول عشان تختار الاي ار بي المناسب لحجم الشركة وخبراتها. طيب هل التقييم ده بيتم داخليا من جوه الشركة؟ يعني احنا كشركة سمعنا عن الاي ار بي، حد مننا هو اللي بيبقى مسؤول عن التقييم ده؟ بص، هو الموضوع بيمشي في صورة طلبات. الشركة بيبقى ليها requirements وطلبات. أمثل حاجة تشتغل عليها الشركة إن هي تعين استشاري. تمام. الاستشاري ده بيبقى حد فاهم البيزنس، لان البيزنس برضه بيحتاج ان الواحد يبقى عارفه من قبل. يعني ممكن يبقى في استشاري متخصص في مجال التشييد والبناء والكونستراكشن، في استشاري متخصص في مجال المانيفاكتشرنج، فيبقى الباك جراوند بتاعته تبقى كبيرة. تمام. فمحتاج تعين استشاري هو اللي يعمل معاك الاسسمنت ده عشان ياخدك لبر الامان. عن طيب. طريق طلبات الداخلية للموظفين، بيقعد معاهم
يسمع طلباتهم عشان يقدر يختار معاهم الاي ار بي المناسب. في بداية التعيين الأول يبقى أول وظيفة أنا محتاج أعينها عندي هو استشاري، أو في حد عندي في الشركة أو المصنع هيقدر يقوم بالدور ده. تمام. التقييم بيتم إزاي؟ يعني ايه التقييم بيتم ازاي؟ يعني أنا دلوقتي عايز أفهم التقييم. مم. بمعنى الاستشاري ده هينزل يقعد مع المخازن، تمام. إيه اللي محتاج يفهمه من بص، المخازن؟ هو قبل ما بيقعد مع المخازن الاستشاري بيقعد مع التوب مانجمنت او الاونرز بتوع الشركه والمديرين المسؤولين عن الشركه نفسها وعن البيزنس. بيسمع طلباتهم وبيفهم هم ليه جايبين الاي ار بي، وبيفهم الدوافع بتاعتهم والحاجات المخرجات اللي عايزين يخرجوها منه، وبياخد منهم الاهداف. بعد ما بياخد منهم الاهداف بيبدأ بقى ينزل يكاسكيد وينزل مع الموظفين عشان خاطر يسمع طلباتهم، فيبقى عامل توافق ما بين طلبات المانجمنت وطلبات الموظفين في شغلهم اللي هيسهل لهم طريقة العمل اللي يوصلوا طلبات المانجمنت دي بيها. طيب ممكن تدينا مثال كده ايه طلبات المانجمنت اللي ممكن انا كشركة اعرف اقيم الشركة عندي ماشية صح ولا غلط، وانا كموظف ايه الطلبات اللي انا ممكن اطلبها؟ بص، لا يعني برضه هي الأسئلة كبيرة، بس عشان نبسط القصة يعني طلبات المانجمنت دايما بيدوروا على ريبورتنج قوي وسهل، وتقارير يقروا منها وتوصل لهم بسرعة، وتكون دقيقة وتكون فيها معلومات كافية، وبتعرض حاجات زي كده بيسموها الكي بي ايز، او بالعربي اللي مؤشرات هي الاداء. مؤشرات الأداء، اللي يقيسوا منها البيزنس بتاعهم ماشي ازاي. تمام. تمام. ده ممكن تبقى من طلبات المانجمنت. طلبات الموظفين عايزين سيستم سهل، يكون فاميليار كده، يوزر انترفيس بتاعه او الشاشات بتاعته سهلة الادخال، ما يعملش حركات كتير عشان ينقل من شاشة لشاشة، يدخل اقل حاجة ممكنة من المعلومات اللي بيها يبقى السيستم جاهز وغني وسهل انه يوفر له ورك فلو او طريقة دورة عمل سهلة. تمام. طيب احنا دلوقتي عملنا التقييم، ودلوقتي طلعنا بنتيجة التقييم ان احنا محتاجين اي ار بي. ازاي اعرف بقى ان انت ممكن تكلمنا الاول عن انواع سيستم الاي ار بي؟ يعني احنا قلنا تصنيفهم. انت قلت عندنا اوراكل، عندنا اس اي بي، دول عندنا اشهر الحاجات، في حاجات كتيره، بس انا بتكلم عن الاسماء الدارجه تمام. زي اوراكل واس اي بي ودول. وفي مايكروسوفت، في شركات كتيره يعني. وايه تاني غير الريدي ميد؟ ايه اللي ممكن يبقى موجود؟ في حاجات اللي هم بيسموها تيلورد، او اللي بتتصمم بناء على رغبتك. يبقى تمام. انا عندي عايز الشركه، مش عايز حاجه من الريدي ميد ده، مش عايز حاجه جاهزه. انا حجمي مش كبير قوي اعرف اشتري سيستم وادفع فيه انفستمنت كبير، فهبدا اشتغل على حاجه متصممه كده. يعني مثلا انت الاي ار بي ده ممكن تلقي بعد كلمه اي ار بي على اي حاجه. ما الصيدليه الصغيره فيها مخازن، وفيها بوينت اوف سيل، وفيها شاشه، وفيها طلب، ما هي دي بتحتاج سيستم. تمام. ده بيبقى فيه منه تيلورد كتير. تمام. معنى كده ان الاي ار بي او اللي هو السيستم اللي مسؤول عن الشغل ده بيبقى على حسب الشركة اللي انا شغال فيها او حجم اللي زي عندي. ما قلت لك ليها عوامل كتير. انا دلوقتي الشركة خدت قرار ان انا خلاص هشتري سيستم اي ار بي. الشركة دلوقتي محتاجة ان هي هتبتدي تعين ناس عشان تعرف تشتغل على السيستم ده. ايه هي طبيعة الوظائف اللي هتبقى متاحة ان انا كشركة محتاج ان انا ابتدي اعينها؟ طيب، انت عندك نوعين من الوظائف في الجزء ده. وظائف ناس بتشتغل على السيستم، واللي هم هيبدأوا يعملوا الداتا انتري، الموظفين اللي اتكلمنا عليهم، ودول بيبقوا موظفين اللي بيشتغلوا جوه الشركة. النهارده عشان الاي ار بي بقى كونسبت معروف والناس بتشتغل عليه، فبقت واحدة من الحاجات اللي بتطلب في السي في ان الراجل اللي هيجي ده يكون اشتغل على اي ار بي قبل كده، عشان يخش جوه الشركة في تناغم مع الناس اللي شغالة. تمام. النوع التاني اللي هو الكونسلتنت بقى، اللي هو هيعمل امبلمنتيشن للسيستم او هيطبق السيستم جوه الشركة. فده بيبقى عن طريق شركات بيسموهم شركاء او بارتنرز للاسماء الكبيرة اللي اتكلمنا عليها. طيب ده هيدينا سؤال، هل الاي ار بي هيلغي وظيفتي ان انا شغالها في الشركة؟ لا طبعا، هو هيساعدك ولكنه مش هيلغي وظيفتك، او هيوظفك في مكانك المظبوط. يعني مش مطلوب منك انك مثلا، يعني لما بيجي عندك خلينا نقول عايز تسجل اسم كلاينت، الكلاينت بتاعك في الشركة اسمه مثلا احمد حافظ،
فانا سجلته اول مره في شيت الاكسل، جيت اسجله تاني مره في شيت الاكسل، تالت مره في شيت الاكسل. انا هنا بعملها كل مره. تمام. اما اجيب الاي ار بي واشغله، انا هختار احمد حافظ اللي هو متسجل من قبل كده. تمام. فبالتالي سهل عليا شغلي، بدل ما انا كنت كل مره بعمل داتا انتري وبدخل معلومه معينه. طيب معنى كده ان انا في الاي ار بي عندي نوعين من المستخدمين. مستخدم اللي هو انا بستعمل السيستم، سواء موظف في الموارد البشرية بعمل تعيينات للموظفين، موظف في المخازن بدخل الاصناف والجرد والكلام ده كله. طيب احنا دلوقتي لو انا بقدم عندك في الشركة اللي عندها اي ار بي، هل لازم اكون اشتغلت اوراكل عشان الشركه دي عندها اوراكل، او ساب عشان عندها ساب، ولا ممكن انا طالما اشتغلت اوراكل اقدر اشتغل على اي سيستم تاني؟ ما اشتغلت اوراكل تقدر تشتغل على اي سيستم تاني. ليه بقى؟ عشان انت خلاص الكونسبت بقى عندك، فبتاخد تدريب على التول اللي هو اوراكل او اس اي بي اور وات ايفر. محسن، دلوقتي انا معايا اشتغلت في شركه قبل كده كنت مسؤول المخازن، وكنت بستعمل اي ار بي اوراكل. دلوقتي لقيت اعلان لشركه عندهم سيستم ساب، وطالبين نفس الوظيفة بتاعتي او الخبرة بتاعتي ان انا فيها. هل ينفع ان انا اقدم عليها بخبرتي في اوراكل، ولا لازم يكون عندي خبرة مسبقة في ساب، او هبقى محصور في الشركات بتاعت اوراكل فقط؟ لا، تقدر تقدم عليها بخبرتك في اوراكل لسبب. انت خلاص وانت الاي ار بي لما بتبدأ تشتغل عليه، انت بتبدأ رحلة معينة هنشرحها ونقولها بتفصيلها، بس الرحلة دي انت خلاص بقت عندك موجودة على سيستم اسمه اوراكل. فده الحاجة اللي انت بتستخدمها، زي كأنك مثلا لو مسكت موبايل ايفون او اندرويد، لو شالوا منك الايفون مش هتعرف تستخدم اندرويد، ولا هتاخد فترة لحد ما تعرف تستخدمه. هي نفس الفكرة، بس انت بقيت عارف ايه هو الموبايل، وايه هو الاوبريتنج سيستم، وايه هي الابليكيشنز. خلاص الكونسبت عندك او المفهوم واضح وجالي في دماغك. اما تيجي تنقل الناحية التانية، بتنقل عن طريق ان انت بتاخد بس تدريب على التول او السيستم التاني وتشتغل عليه. طيب انا كل ده بتكلم من منظور الشركة. طيب لو انا دلوقتي عايز ادخل في المجال لاول مرة خالص بتاع الاي ار بي، انا عجبني المجال، اولا ازاي اقدر اقيم ادخل في مجال الماليه او الفاينانس، او سلاسل الامداد السبلاي تشين، او التعيينات البشريه؟ ايه اللي يخليني اختار مجال عن مجال؟ طيب انت تقدر تبدأ لو انت خلاص المجال عاجبك وعايز تشتغل فيه. هو الافضل ان انت لو عندك الخلفية بتاعتك، يعني انت لو خريج تجارة اشتغل على فاينانس، لان هو السيستم الاي ار بي متقسم زيه زي الاقسام اللي جوه الشركة: حسابات، مخازن، مشتريات، مبيعات. فلو انت الخلفية بتاعتك فاينانس خلاص، او انت دارس فاينانس، اشتغل على الفاينانس. ممكن يبقى انت ليك رغبات اخرى، فانت او انت مثلا كنت محامي خريج حقوق وعايز تشتغل جوه تقدر هنا عن طريق ان انت تبدأ تاخد نبذة وتقرا عن كل قسم من الاقسام اللي احنا اتكلمنا عليها دي. في حاجات موجودة، والبيج اوريدي بتاعتك بتقدم النصايح دي للناس اللي تقدر تتكلم. اي حد عايز يسأل انت بتبدأ حتى تساعده في الحتة دي، تقول له اه طبعا اتفضل، مع يعني قول لي انت ايه اللي انت بتحبه، وتمشي معاه الرحلة واحدة واحدة. تبدأ تسأله وتفهم منه هو شاطر في ايه او مبدع في ايه. في ناس شاطرة في المشتريات، فهو بيعملها كده طبيعي. في ناس تانية لا، يقولك انا عايز اشتغل مبيعات او عايز اشتغل. فانت بيبدأ هو بعد ما بيقرأ يقعد مع حد فاهم، الحد الفاهم ده ياخد ايده واحدة بواحدة، لان في مجال بقى جنبهم اسمه تكنيكال. طيب انا دلوقتي عرفت ان الاي ار بي ده هي وظيفة او مجموعة وظائف انا ممكن اشتغلها من اي حتة في مصر. لو انا في الصعيد او في الدلتا او في القاهرة او في اسكندرية، في اي مكان، سواء بشتغل لشركات جوه مصر او بره مصر، سواء بقبض بالدولار او بالمصري. فاحنا عايز اعرف انا المجال ده ازاي اقدر ادخله، وايه التصنيفات بتاعته؟ طيب هو المجال ده تقدر تدخله بكل بساطة. في معظم الأحيان ما بيحتاجش إنه يبقى مرتبط قوي بدراستك. تمام. يعني عادي ممكن تبقى دارس حقوق وتشتغل كونسلتنت اي ار بي حاجة تانية. فده مفيش فيه مشكلة، بس عشان تبدأ بداية مظبوطة أول حاجة تعملها سيلف اسسمنت. تبدأ تشوف ايه اللي ناقصك
في شخصيتك او في امكانياتك مكمل ان انت تبقى مؤهل للوظيفه دي. بتحتاج ايه في الحاجات اللي انت طبعا انجليش، بتحتاج برزنتيشن سكيلز، بتحتاج كوميونيكيشن سكيلز، بتحتاج يبقى تعرف تعمل بيزنس رايتنج. كل الحاجات دي هي مؤهلات المفروض تبقى هي دلوقتي بقت حاجات يعني موجوده مع الناس، واللي مش معاه بيتعلمها. طيب يعني مش شرط تبقى معاك، يعني حتى لو مش معاك تقدر تتعلمها. خلينا نقسمها. نبدأ بالإنجليزي. هل لازم إن أنا أكون واخد سيرتيفيكت أو واخد شهادات معينة من أماكن موثوقة تدريس الإنجليزي، ولا تقييمي بيتم على حسب المقابلة؟ لا، تقييمك بيتم على حسب المقابله. وخد بالك انت محتاج ان انت تشتغل على الانجليزي كويس جدا لو هو مش عندك، عشان امتحاناتك وقرايتك ومذاكرتك في الفتره اللي هتقضيها كلها از كونسلتنت هي بالانجليزي. طيب. فبعيدا عن الشهادات انت محتاج تتقنه. لو انت مش متقنه، لو انت اتقنته يبقى خلاص كده تشيك بوينت معاك. طيب، السوفت سكيلز والكوميونيكيشن سكيلز اللي هي المهارات الحياتيه، ان اقدر اتكلم واشرح البيزنس بتاعي او الابليكيشن بتاعي. تتكلم وتشرح اي حاجه انت مؤمن بيها. يعني دي حاجة انت لازم تبقى تالنت عندك، وبتدرس دلوقتي في المدارس للولاد الصغيرين، هم اللي بيعملوا برزنتيشن وبيعملوا ريسيرشز والكلام ده، فلازم تبقى متوفرة عندك طيب، برضه. يعني ايه بزنس رايتنج؟ بيزنس رايتنج ده اللي هو ازاي بتكتب ايميل، ازاي بتكتب دوكيمنت، تبقى متقن كتابة الباراجراف بشكل كويس بطريقة بيزنس. طيب، هو في مجال الاي ار بي معروف دايما كلمه دوكيمنت. يعني ايه دوكيمنت، وايه انواع الدوكيمنتس المتاحه ان انا بستعملها او محتاج ان انا اتعلم كتابتها؟ لو هنبسط كلمة دوكيمنت، انت لما بتاخد طلبات من الكلاينت بتاعك هو بيقول لك انا عايز السيستم بتاعي يبقى فيه واحد اتنين تلاتة، بيقول طب مجموعة طلبات. انت بتاخد منه الطلبات دي وبتحطها جوه دوكيمنت بتكتبها له، عشان تبقى حاجة مكتوبة ما بينك وما بينه متفقين عليها عشان تبدأ تشتغل على الدوكيمنت دي. ده بشرح مبسط لكلمة دوكيمنت. تمام. طيب، انا دلوقتي عشان ادخل المجال عرفت ان انا لازم يكون عندي حد ادنى من اللغه الانجليزيه متقنها، سواء كتابه وقرايه، فلازم اشتغل عليها. عندي سوفت سكيلز محتاج ان هي برضو تكون عندي بالحد الادنى، وبعض الحاجات المرتبطه بكتابه الايميلات او الوثائق او الاتفاقات ما بين الشركات، وبعضها لازم تبقى مكتوبه مش بطريقه. بصيغة قانونية لكنها بجمل مكتملة يعني. تمام. طيب، انا دلوقتي اتحققت فيا الشروط دي. بعد كده ازاي ادخل في المجال؟ هل انا محتاج اروح مركز كورسات اخد كورس كذا، ولا اقدر اتعلم على الانترنت على اليوتيوب؟ عندي انترنت كويس اقدر اشتغل، ولا بدور على حد بيديني كورس اونلاين؟ قبل ما تبدأ تاخد كورس وتدفع فلوس، شوف انت اصلا انتماءاتك او امكانياتك، او انت هتبقى لايق قوي مع ايه جوه التخصص ده. حلو. فبيبقى نصايحي ليك ان انت تبدأ تقرا وتتفرج على فيديوز، وتاخد كده من كل بستان زهرة تشوف المكونات الرئيسية للاي ار بي. الاي ار بي بيتكون من مجموعة زي ما اتفقنا ادارات، مالية وحسابات ومشتريات ومخازن. خد افهم عن كل واحدة فيهم بشكل مبدئي. طب ما قدرتش تفهم، تبدأ تروح هنا الأماكن متخصصة في الكورسات، تحكي لهم ويبدأوا يقعدوا معاك قاعدة تشوف ايه الكورس المناسب ليك عشان تشتغله. تمام. وبتبقى حاجة كويسة لو انت عايز تكمل على، لو انت مثلا محاسب وعايز تشتغل فاينانس في تخصص الفاينانس جوه الاي ار بي، بتبقى حاجة كويسة لان انت بتبني على دراستك. تمام. هل في عوائق مثلا ان انا لازم لو انا مثلا عايز ادخل مجال الفاينانس لازم اكون خريج تجاره؟ عشان في معايير وحاجات كتير الافضل تبقى خريج تجاره. بص، هو تمام. في مجال الاي ار بي مفيش حاجه ما تنفعش. المذاكره والاجتهاد والقرايه على قد ما تقدر وتذاكر وتجتهد وتشتغل، هي شغلانه بتيجي بالاكسبيرينس، مش تمام. بس بتتعلمها. انت بتتعلم عشان تبدأ تخشها. بعد كده عدد المشاريع اللي بتشتغلها وعدد واحجامها والعملاء اللي بتقعد تشتغل معاها، بتبدأ تستقي منهم الخبرات اكتر، فبتبدأ تتكون المهارات بتاعتك از كونسلتنت. هل في مبادرات او منح عشان اقدر ادخل المجال ده؟ اه طبعا في مبادرات موجودة، ومبادرات موجودة حكومية كمان، يعني موجودة على الموقع بتاع وزارة الاتصالات. تمام. طيب، انا دلوقتي عجبني المجال وبدات اذاكر وخدت معرفه كويسه وعايز اقدم على وظيفه. تمام. هل محتاج ان انا لازم يبقى معايا شهادات موثقه او سيرتيفيكتس معينه عشان اقدر اخد الوظيفه، ولا المقابله الشخصيه؟ وادينا امثله. طيب هو الافضل طبعا ان انت يبقى معاك الشهادات.
يعني كل ما تبقى سيرتيفايد كل ده ما بيقوي السي في بتاعك اكتر. يعني انت لو خلينا ناخد المثال اللي احنا بادئين عليه، فاينانس، فانت خدت السيرتيفيكت بتاعه الفاينانس، دي هتبقى افضل لك انك تخش الامتحان. انت بالكورس ومذاكرتك في الكورس تقدر تخش الامتحان وتنجح، فدي هتبقى افضل لك. في بعض المقابلات بيقبلوا الناس وبيشغلوهم من غير السيرتيفيكتس دي، وبيبداوا ياخدوها بعد كده. طيب انا دلوقتي خدت السيرتيفيكت مم. وعايز اقدم على وظيفة، تمام. فلقيت في وظائف نازلة على لينكد ان مثلا او على مواقع التوظيف، مم. فانا عايز بداية قرايتي للوصف الوظيفي ده اعرف فعلا هل ده انا هبقى مناسب ليه ولا لا، وايه كمان الحاجات النقط اللي انا اخد بالي منها وانا ببص على الوصف الوظيفي. طيب هو في الوصف الوظيفي بتاع كل، انت لما تبدأ تاخد الكورس قبل الوصف الوظيفي، اما تبدأ تاخد الكورس هتعرف اصلا انت ايه الحاجات اللي هتقدر تقدمها للكلاينت او للامبلوير او للشخص اللي هيعينك او الشركة اللي هتعينك. فانت هتبدأ تعرف انت وظيفتك عبارة عن ايه. عبارة عن ان انت مثلا انا كونسلتنت دلوقتي اتش كونسلتنت. سي ام او فاينانس كونسلتنت. تمام. فانت المفروض تبقى بتعرف تعمل سيت اب وكونفيجريشن للاي ار بي اللي انت هتشتغل عليه، زي ما قلنا بتنزل الويندوز على اللابتوب مثلا. فانت تمام. ده شبه السيت اب والكونفيجريشن كمثال بسيط يعني. ان انت بتقدر تاخد كاستمر ريكويرمنت تحولها لصورة سايكلز او صورة فانكشنز او حاجه يقدر يشتغل باخد عليها متطلبات الموظف. العميل اللي اه انا نزلت قعدت بالظبط معاه كده. وازاي بقدر اوظفها بالظبط. على السيستم. اه بتقدر تعمل سبورت للناس اللي بتشتغل على السيستم. واحد بيشتغل دلوقتي كتير تخش مكان يقول لك اصل السيستم واقع، اصل السيستم حلو. فيه مشكله. انت بقى ككونسلتنت هنا بتبقى امكانياتك. ده كده هيبقى ليهم فرص شغل كتير بقى. طبعا. طبعا. فانت بيبقى ليك هنا كل ما امكانياتك زادت وخبرتك زادت بتبدا تحل المشاكل دي بشكل اسرع. تمام. معنى كده ان انا محتاج بعد ما قريت الوظيفة لقيتها مناسبة ليا، انا قدمت دلوقتي تمام. ايه الحاجات اللي انا ابتدي اجهزها من اول كتابة السي في بتاعي لغاية ما ادخل اول مقابلة. أو يعني بص، حاول السي في بتاعك يبقى صادق. دلوقتي كمان في تشات جي بي تي وفي بروجرامز وحاجات بتكتب السي فيهات بشكل احترافي. بسيط وبشكل احترافي. ولينكد ان بروفايل بتاعك نفسه بقى هو يعتبر سي في. يعني تمام. انت تقدر تاخد السي في بتاعك من عليه. فالسي في خليك صادق في السي في، اكتب كل حاجة كويسة انت بتعرف تعملها بالشكل اللي انت بتعرف تعمله. ما تبقاش يعني ضعيف في الانجليزي وتكتب فلونت مثلا، لا اكتب مثلا الدرجة بتاعتك المظبوطة. تمام. طيب ايه اللي انا اخد بالي وانا بكتبه في السي في ان انا عارف الشخص او الريكروتر او اللي بيعين هيلفت نظره؟ يعني اكتب الكورس، اكتب الشهاده بتاعتي، هكتب التقدير بتاعي ان انا خدته في الكليه، هل اكتب المحافظه؟ لان في ناس بتتخوف ان يقول لك انا لو كتبت ان انا من هنا ولا من سوهاج ولا من الدلتا مش هيكلمني. طيب هو في ميزه ان انت الشغل بتاع الاي ار بي كونسلتنج دلوقتي بتقدر تشتغله ريموتلي. يعني تقدر تشتغل من هنا للسعوديه، من تمام. هنا لاي دوله عربيه او اجنبيه، مش بس من ان انت لو في محافظه. ففي شركات بتقبل كتير كمان بتقبل التوظيف اللي هو بتشتغل من البيت. تمام. وعلى حسب الوظيفة اللي مطلوبة. هو لو مطلوب حد جونيور مش بيطلب منك عدد سنين كبيرة. فانت مثلا لو خبرة سنتين فانت مناسب، او خبرة سنة، او ان انت حتى ساعات بتكتب فريش والشركات بتاخدك تدربك. تمام. لان السوق فعلا محتاج ناس. يعني انت على قد ما يبقى فيه كونسلتنتس بيتاخدوا ناس تمام. بتشتغل. فانت لو مطلوب سينيور هتبقى محتاج عدد سنين اكبر، لو مطلوب مانجر هتبقى محتاج عدد سنين اكبر زائد امكانيات اكتر. طيب لو انا مثلا دلوقتي لقيت وظيفة مناسبة وانا عندي خبرة 10 سنين في الحسابات، وخدت الكورس بتاع اوراكل فاينانس او ساب فاينانس، وحابب ان انا اقدم على وظيفة، تمام. هل انا هيبقى ليا فرص متكافئة او ليا فرص مناسبة في التعيينات؟ لا انت ليك فرص اعلى لان انت اشتغلت بيزنس الاول وبعد كده اشتغلت اي ار بي. تمام. فانت فرصك هنا بقت احسن لان انت بتخاطب الكلاينت او الاند كاستمر بتاعك بنفس اللغه بتاعته، لان انت اشتغلت نفس شغلته. مش يعني مش بس خرجت من الجامعه خدت الكورس وبقيت كونسلتنت، لا ده انت اشتغلت الشغلانه. طيب وهل كمرتب ده هيبقى مقابل عدسي؟ يعني انا عندي خبرة 10 سنين، هل المرتب اللي هاخده في الوظيفة دي هيناسب ال10 سنين، ولا هيعتبرني ان انا فريش في المجال لان انا داخل واخد الكورس بس بالنسبة له؟ دي على حسب تقييمه ليك وعلى حسب جودتك في الانترفيو. تمام. دي مش ملهاش دي ملهاش معيار. هتعتمد على مدى قوتك في الكلام عن السيستم ومع خبراتك
ومدى هو قابليته لتعيينك وانت عارف ان انت خبرة في البيزنس وموجود واخد ابلكيشن بقالك سنة. فهي معنى كده ملهاش ان حاجة انا ستاندرد يعني. ممكن هيبقى فيها تضحيه، يعني لو انا طبعا. راجل خبره طبعا. فعارف ان انا لو بعمل كارير شيفت او بحول مسار اه. عمل، فانا عارف ان انا كده في جزء تضحيه بالمرتب وضحي. او في جزء. ولو في تضحية ضحي. تمام. الموضوع يستاهل. حلو، موضوع يستاهل. اه. طيب لو انا دلوقتي مقدم خلاص وداخل المقابله، ايه طبيعه الاسئله اللي انا بسالها؟ لان احنا اتكلمنا ان احنا عندنا جزء بيزنس وانا واخد بس الكورس، او عندي بعض القراءات طبقا للي انا اتعلمته. ازاي حته الاسئله البيزنس دي اقدر اعدي منها؟ بص، هي برضو نفس الحكاية. لو انت جونيور هتتسأل أسئلة دايما ليها علاقة بالسيستم، دايما ليها علاقة بهو السيستم فيه ايه وما فيهوش ايه، بيقدر يعمل ايه وما يعملش ايه. كل ما بتكبر الأسئلة بتختلف. لما تبقى مثلا في بوزيشن أكبر هتبدأ تقدر تعمل سايكل لأكتر من ديبارتمنت أو أكتر من قسم ولا لأ. لما تكبر أكتر، طب أنت طالع عارف البيزنس ككل، تقدر تدي بقى حلول وسولوشنز لحاجات مشاكل عندنا. فبرضه التقييم بيبقى بيعتمد على اللي بيقيمك وعلى عدد سنينك وعلى الوظيفة اللي انت متقدم لها. فتبقاش مثلا انت خبرة 5 سنين وتروح تشتغل جونيور، مش هتبقى على مقاسك. تمام. طيب ده هيودينا لسؤال حته البوزيشن والاكسبيرينس بتاعتي. مم. دلوقتي احنا مثلا عندنا حاجه اسمها سبلاي تشين او سلاسل الامداد. مم. عندي في حاجه اسمها المخازن، المشتريات، المبيعات، وهكذا. تمام. هل وانا باخد الكورس لازم عشان ادخل ابقى اشتغل سبلاي تشين كونسلتنت مثلا لازم اكون واخد كل الموديولز، ولا ممكن اخد واحد بدايه ادخل شركه انترنشيب او فرصه تدريبيه في الاول وبعد كده اتعلم الباقي؟ بص، هي بتعتمد على كلمة موديول دي برضو. واحنا في بداية الكارير هي في حاجة اسمها موديول وفي حاجة اسمها بيلر. يعني مثلا موديول ده ممكن نقول المخازن هي دي ده موديول، تمام. المشتريات ده موديول، بس ده ما يأهلكش انك تبقى كونسلتنت. فلازم تبقى سبلاي تشين، معاك مخازن ومشتريات مثلا ومبيعات، او مخازن ومشتريات وتصنيع. فدي تحتمل تمام. الاتنين. لو انت فاينانس بيبقى معاك ال5 حاجات الأساسية اللي بتوع الحسابات، اللي هو الأستاذ العام والأصول والمدفوعات والمقبوضات طيب موضوع التصنيع ده فتح لي سؤال كده حلو. مم. هل معنى كده ان انا لو خريج هندسه ميكانيكا انتاج ده هيبقى ليا اولويه في فرص شغل بالمجال ده؟ زي ما اتفقنا، خبراتك هتساعدك اكتر في الجزء اللي انت هتتخصص فيه. يعني انت لو انت مهندس وعندك مهندس مثلا انتاج وجيت اشتغلت مانيفاكتشرنج، ده هتبقى حاجه كويسه جدا، لان انت بتشتغل في نفس الباك جراوند بتاعتك. غير لما تروح تشتغل محاسب، ممكن تبقى اهواءك كده انت عايز تشتغل محاسب تمام. وهتعرف تأدي فيها. دي راجعه ليك انت. لكن لو انت الباك جراوند بتاعتك بتماتش الموديولز اللي انت هتشتغلها، دي تبقى حاجه كويسه جدا. طيب هل ممكن بعد فتره احس ان انا خلاص جبت اخر المجال ودماغي تصدي؟ هو المجال ده ملوش اخر، هو في تعليم طول ما انت ماشي الدنيا بتتطور، الابليكيشن نفسها بتتطور، بينزل فيها حاجات جديدة، فانت على طول بتتعلم وبتتطور وبتطور من نفسك، فانت ما بتقدمش. يعني الاي اي مش قعدني في البيت على حته الاي اي التطور مش دي؟ هي... الاي اي مش هيقعد حد في البيت، هي التكنولوجي هي اللي بتتغير. يعني تمام. لو انت جيت قبل الموبايل ما كان فيه التليفون الارضي، بس انت النهارده لو حد بيصلح التليفون ابو قرص ده هيبقى ليه فرص عمل؟ حاليا لا. حاليا لا. ليه؟ عشان هو ما طورش من نفسه. بس انت طول ما انت بتطور من نفسك وبتستخدم الاي اي از تول معاك عشان تشتغل وبتتعود عليها، فعمرك ما هتقدم وعمره حلو. ما هيحل محلك. إيه خلاص، انا خدت الكورس مم. ومبسوط وربنا كرمني وخدت فرصة شغل، دخلت على جونيور. مم. ايه الكارير باس بتاعي؟ يعني انا ايه اللي انا عارف ان انا مخطط باذن الله الكارير باس بتاعي هيمشي ازاي، او هنقول المسار المهني؟ تمام. اولا، اول حاجة لو انت بدأت از جونيور، ركز مع المنتور بتاعك. المنتور هنا او مش شرط يبقى المدير، تمام. ممكن يبقى زميل. هو عبارة عن شخص انت بتثق في قدراته، ولما اشتغلت معاه لقيت عنده خبرات كبيرة، فحاول تستقي منها. خليك كده زي السبونج او السفنجة، اشرب على قد ما تقدر من كل اللي حواليك، تمام. واعمل فلتر للي انت بتاخده. خد منه اللي يناسبك والكويس، وسيب منه اللي ما يناسبكش. لقيت مدير عنيف ما تاخدش منه العنف بتاعه. لقيت حد بيليد مثلا او بيعمل برزنتيشن بشكل كويس، اقعد اتعلم منه، حلو. اقعد اكتسب منه الخبرات، اتفرج. خليك في الاول، في اول سنتين دول بالذات، على قد ما تقدر
حاول تاخد من الخبرات اللي حواليك، هتساعدك جدا في الكارير بتاعك. حلو. يبقى انا اول نصيحة ليا وانا داخل المجال ان انا ابقى بستوعب اللي حواليا وبتعلم منه. طبعا. طيب، هقف في المرحلة دي مثلا وتدور على منتور، يعني وتشوف منتور كويس تتعلم منه. ماشي، يبقى انا كده بقالي سنتين ثلاثة هنقول في تايتل جونيور. تمام. بعد كده هتبدأ بقى الليفل بتاعك يلا زيه زي أي تطور وظيفي بيحصل، اللي هي هتبقى اللي مسمياتها هو ايه؟ ممكن بقى بص أنا مش حابب او انا أتكلم عارف ان هي على بتختلف مسميات من مجال من بتختلف، بس مجال خلينا او من بنقول شركة لشركة. من جونيور، بعد كده سينيور، بعد كده بعد السينيور ممكن تبقى تراك ليد، او تبقى مانجر، على حسب التايتلز موجودة جوه كل شركة. بس في الاخر على قد ما تخش مشاريع كتير، على قد ما بتجتهد، على قد ما بتعرف وبتذاكر الابليكيشن بتاعك وبتعرف تفاصيله وبتعرف هو مبني على ايه وبيشتغل ازاي، وتقعد تتعلم عن الابديتس اللي بتنزل يوم بعد يوم، على قد ما الكارير باث بتاعك او انت هتبدأ تكبر بسرعة. دلوقتي انا دخلت شركة واتعلمت وبقيت بكبر فيها، امتى افكر ان انا اسيب الشركة دي واروح شركة تانية، او امتى ادور على opportunities بره الشركة اللي انا فيها؟ لما تبقى تحس ان انت عندك وقت فاضي او ما بتتعلمش حاجة. ما هو انا ممكن تكون الشركة بتشغلني في حاجات انا ما بتعلمش منها. بمعنى انا مثلا دخلت على موديول المخازن، حلو. فالشركة شافتني ان انا شخص نجحت جدا في موديول المخازن، حلو. فبقت كل بشتغل مشاريع كتيرة جدا بس كلها مم. في موديول المخازن، مم. ما بتعلمش حاجة بره حلو. يبقى احنا نفتكر هنا المثال اللي انت قلته بتاع الاي هيحل محلك ولا لا. هو هنا بقى يحل محلك لو انت فضلت قاعد. مم. لا، انت لازم تبدأ تطور من نفسك، لازم تبدأ تاخد خبرات جديدة، عشان خاطر لو انت فضلت قاعد كده ما انت هتفضل متقن حتة مخازن فقط. عايز توصل لبوزيشن اعلى، لازم تشوف ده حواليه ايه وتبدأ تتعلم اللي حواليه لحد ما تاخد معلومات على قد ما تقدر وتمستر جزء معين. يعني ايه ماستر جزء معين؟ يعني مثلا ما تاخدش مخازن بس، ده ممكن تبقى حد كبير جدا في السبلاي تشين وليك اسمك، فانت عارف كل موديولز السبلاي تشين، مش بس مخازن ومبيعات ومشتريات، لا وتصنيع وتخطيط، وتبدا تاخد كل الريليتد للخبرات بتاعتك وتشتغلها، فهتزود منك وتزود من قيمتك. حلو. انا شايف ان البروفايل بتاعي بقى مناسب، وشايف ان الشركة اللي انا فيها حاليا مش مناسبة لطموحي سواء المادي او التقني. تمام. ايه المعايير بقى اللي ابتدي افكر فيها ان انا اخرج بره الشركة؟ عندي اكتر من فرصة، ايه اللي يخليني اختار شركة جوه مصر وبتقدم سيرفيس لبره، او ان انا مستهدف ان انا عايز اسافر في الخليج مثلا، او بدور على شركة بره، او ايفن لو انا بدور على فرصة في امريكا في يوروب وهكذا. راجع لأهدافك، انت اهدافك رايحة فين؟ حلو. انت هدفك تقعد وتشتغل من هنا ريموتلي، ولا هدفك تسافر وتشتغل بره، ولا انت فين اهدافك؟ حط اهدافك الاول، تمام. اشتغل عليها وشوف الفرصة المناسبة. والفرصة ما بتجيش، هي مش الفرصة المناسبة بتجيلك، هي الفرصة كده كده بتيجي كل شوية، بس مدى جاهزيتك ليها هو ده اللي بيأهلك تاخد الفرصة دي ولا لا. طيب، ده هيرجعني لسؤال حته كنا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم في الاي ار بي، فانا عندي اوراكل، عندي اس اي بي، عندي اودو، عندي مايكروسوفت، عندي شركات مصريه عاملين برامج كويسه جدا. مظبوط. ايه اللي يخليني اختار سيستم عن سيستم وانا لسه بدخل المجال؟ هل المرتب فقط؟ هل ان مثلا عارف ان السيستم ده الشركه المنشاه بتاعته في امريكا ففي فرص اكتر في امريكا، او العكس فرص في اوروبا اكتر؟ ما احنا اتفقنا هتبدأ الاول تقرا قبل ما تبدأ تعمل اي حاجة، لان انت لازم انت نفسك تتعلم. تمام. وبعد ما تقدر تبدأ وتاخد شوية خبرات من قرايتك والفيديوهات اللي هتشوفها والتعليم، لازم تقعد مع حد تتكلم معاه وتتناقش معاه عشان تبدأ تقيس الفرص بتاعتك. في ناس تقول لك لا انا بحب اشتغل اس اي بي اكتر، وناس بتقول احب اشتغل اوراكل، في ناس مش فارق معاها تعرف تشتغل اوراكل واس اي بي. انت ممكن تبقى واحد من الثلاثة دول. مم. هتحدد ازاي؟ لما تسأل حد وبعد كده تجرب. بعد ما تجرب هتبدأ انت نفسك تعمل تقييم لنفسك، هل اكمل ولا ما اكملش، انقل على حاجة تانية وانت النهاردة غير بعد سنة غير بعد سنتين. وعلى طول زي ما قلت لك انت ممكن بعد 20 سنة وانت شغال اوراكل تنقل اس اي بي. تمام. انا نفسي عملت الخطوة دي قبل كده مم. فعادي تقدر تعملها بكل سهولة، فما فيش حاجة هتعطلك، بس ابدأ. طيب، لو احنا عندنا حالات لناس اشتغلوا مثلا في احد الشركات، في احد عشان نقدر، عندنا كيسز مثلا ناس اشتغلت في سوفت وير معين لمدة 10 20 سنة، مم. بس لقوا فيه opportunities
في الشركات المنافسة او السوفت وير المنافس، شايفين فيها آفاق اكبر، فيها طموح اكبر ممكن يحققوه. هل ممكن بعد 10 20 سنة حد ياخد قرار ان هو ينقل؟ يعني انا مثلا انا راجل خبرتي كلها اوراكل اتش سي ام، مم. لقيت مثلا فرصة متاحة في اس اي بي اتش سي ام، مم. هل ممكن اخد القرار ان انا احول للسوفت وير؟ بص، انت از اي ار بي كونسلتنت انتمائك دايما للبيزنس. مع تمام. السوفت وير، انت السوفت وير اللي بتتعلمه، بس السوفت وير نفسه عادي جدا تنقل من سوفت وير لسوفت وير، ومش لازم تستنى 10 سنين ولا 20 سنة. انت ممكن من اول سنتين ثلاثة لقيت ان امكانياتك مش متناسبة مع السوفت وير، تقدر تغير بسهولة تمام. وتاخد القرار عادي وانت مطمن. لان انت في الاخر اللي بيحكم هو البيزنس اللي عندك، والبيزنس بيجي من عدد المشاريع اللي اشتغلتها ومدى حجم الشركات برضو اللي اشتغلتها. كل ما بتشتغل في شركات اكبر، في عدد شركات حجمها كبير وبتاخد سكوب اكبر، كل ما خبرتك بتزيد. طيب حلو. مثلا انت كنت ذكرت في النص ان انت بعد 20 سنة عملت نقطة التحويل ده، ايه تمام. المخاوف مثلا ان انت كنت ساعتها راهبها او حاجة زي كده؟ بص، هو القرار بيبقى انت اما تيجي تنقل من حاجة لحاجة، عامة الانسان عدو التغيير، انت ما مم. بتحبش تغير، فانت بتبقى عندك بعض المخاوف، اللي هو الحتة اللي انت رايح لها ممكن تبقاش عارفها، ممكن ما تبقاش عندك خبرة عنها. ولكن انا بقول لك لا، اطمن وخش وغير وما تقلقش، لان في الاخر زي ما قلت لك الكواليفيكيشن والبيزنس بتاعك هم الاساس. طيب. فطالما انت عندك بيزنس وانت واثق من نفسك واشتغلت خلاص الحتة دي، تقدر تنقل بسهولة. طيب، من خبرتك بان انت اشتغلت في شركات في مصر وفي الميدل ايست ناس بيتكلموا عربي، وفي شركات بره مصر ممكن شركات دول ما بيتكلموش عربي، ايه اهم التحديات اللي لقيتها في كل دولة او في كل بيزنس؟ يعني مثلا ادينا مثال كده على نفس السايكل، في مصر ايه التحدي اللي كان فيها، بره مصر ايه التحديات اللي كانت فيها؟ بص، انا مش حابب اتكلم برضو عن سايكل، بس حابب اتكلم عن هي كل بلد ليه حاجه اسمها، في حاجه بتظهر كلمه اسمها لوكاليزيشن، تمام. ليها الحاجات اللي بتحكمها من ناحيه النواحي القانونيه ومن النواحي البيزنس. فمش بتختلف من بلد لبلد، لكن طالما انت معاك البيزنس ومعاك خدت سايكل كامله واشتغلت بقالك سنه اتنين تلاته، تقدر تشتغل في اي بلد برضو بسهوله، وبتتعود على اللوكاليزيشن ده واحدة بواحدة. بتبقى تعرف ايه الاختلاف ما بين الشركة دي والشركة دي، او مصر والسعودية او الامارات على حسب البلد، في طريقة التطبيق. لو تحب تقول لنا نصيحة تفيد حد لسه داخل المجال جديد، ونصيحة لو ممكن حد مقابل بعض التحديات وهو بعد 5 سنين 10 سنين في منتصف الطريق زي ما بتقال. لا، هو النصائح، هو زي ما قلت لك المجال بروميسنج وواعد، فيه مجال اللي بيستوعب ناس كتيرة وتقدر تتعلم وتشتغل. وهو الجميل فيه ان هو مجال متجدد، بتغير كل يوم، بتعلم حاجة جديدة. بس خد بالك ان هو مجال ما بيتاخدش بس بالقراية، بيتاخد بالخبرة. فلو انت اعتمدت ان انت تقرا بس، مش هتتعلم قوي. لازم تقرا وتبراكتس او تطبق اللي انت قريته ده في شغلك، وبما يتناسب مع الشركة اللي انت شغال فيها. يعني لو انت شغال مع كلاينت، انت شغال مثلا متعين في شركة ان انت الكونسلتنت بتاعهم، فانت البيزنس بتاعك واحد، ما تجيش تطبق له حاجة خارج اطار شركته عشان انت اتعلمتها وقريتها. لا، اتعلم واقرا بس طبق مظبوط. لو انت شغال على اكتر من شركة بقى، اللي هم في بارتنر او الناس اللي هي اللي بتبدأ تنزل وتطبق في اكتر من شركة، لا، وسع مداركك، اقرا على قد ما تقدر عشان تقدر تستخدم الحاجات اللي انت هتقراها دي في التطبيق على شركات مختلفة. طيب، الحتة دي هترجعني بس سؤال ورا. هل أنا مثلا لو اشتغلت مشاريع إنشاءات وعقارات، أحب إن أنا يبقى كل قراياتي في مشاريع في مجال واحد، ولا يبقى عندي فرصة إن أنا أشتغل في مجال إنشاءات وعقارات، شركة أويل إنجاز، شركة أدوية، أو شركة توزيع مثلا؟ آه، لا، وسع مداركك على قد ما تقدر. بس يعني حاول تاخد الحكاية لآخرها. يعني لو اشتغلت في شركة مثلا تصنيع، استنى لما تشتغل مشروع كامل لحد ما توصل ان المشروع بقى ستيبل. هنا انت خدت خبرته بالكامل. روح بقى طبق في صناعة تانية، وروح طبق في صناعة تالتة. كل ما بتطبق في عدد صناعات اكتر، خبرتك بتزيد، وخبرتك هنا بقى بتبقى متضاعفة، لان انت بتاخد اكتر من بيزنس لنفس الشخص. فتخيل بقى اكتر من بيزنس مع نفس الشخص في اكتر من مجال، فرصك بقت اكبر بكتير. تمام. 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 شكرا محمد محسن، أنا شكرا. مبسوط والله، وأنا لا أول والله، واحد انا اتعلمت منك اتشرفت بيك. النهاردة. شكرا، الله يخليك. شكرا ليك. تسلم. نشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله مع خبراء من الاي تي
في جي دي سكيلز بودكاست الشغلانه عايزه ايه.